ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن الميجور ديبريشن ديس اوردر او اضطراب الاكتئاب الجسيم. الاكتئاب ده هنتكلم عن اسبابه، الاعراض بتاعته، وبنعالج ازاي. الاسباب بتاعته، في شخص ممكن يكون اكثر عرضة للاكتئاب من شخص اخر. بناء على ايه؟ بناء على عوامل الشخصية. ده حد شخصيته تسمح ان هو يجيله كده، وده حد شخصيته ممكن تبقى فيها درجة من الريزيلينس او الصمود النفسي، فيبقى ماسك نفسه شوية. دي اول حاجة. تاني حاجة من ضمن الاسباب العوامل البيئية. البيئة بتضغط علينا كلنا، وممكن تبقى هي مصدر من مصادر ان الواحد يجيله اكتئاب. تالت حاجة العوامل الوراثية، ممكن يكون في هيستوري او في تاريخ في العيلة دي ان عندها اضطرابات مزاجية اساسا. رابع حاجة العوامل البيولوجية، ودي بقى بتاعت مين؟ بتاعت الطبيب النفسي. لأن ممكن يبقى في خلل في النواقل العصبية زي السيروتونين والدوبامين، فدي بيبقى في ليها أدوية بيكتبها الطبيب النفسي مش المعالج، ويبقى في تعاون بين الطبيب والمعالج طبعا، علشان يبقى في تحسن شوية في المزاج. طيب دي الأسباب. الأعراض بتاعتها إيه؟ أول حاجة إن المزاج بيبقى منخفض، مش قادر يعمل حاجة، عنده تعب ووهن شديد، عنده أرق شديد، يا إما متوتر قوي، يا إما خملان جدا جدا، مش قادر يقوم من على السرير، لدرجة إن إحنا في أحيانا بيبقى من ضمن التدريبات إن إحنا طب نقعد على السرير مش ننام على السرير. يعني في حالات بتبقى نقعد بس. تمام. فده من ضمن الحاجات. من ضمن الحاجات كمان حتة الشهية المنخفضة، حتة مش مفيش تركيز، حتة المحاولات أو التخطيط للانتحار أو الأفكار الانتحارية. الثلاث حاجات دول بيبقوا عرض من أعراض الميجور ديبريشن. زي ما أنا لما كان عندنا وقت الكورونا كده، مش بنشم أو فاقدين حاسة الشم، فلما بنعمل السايكو إديوكيشن للمريض وبنفهمه إن اللي أنت فيه ده عرض من أعراض الاكتئاب، كأنك عندك برد ومرشح. لما الاكتئاب هيروح، الأفكار دي إن شاء الله تروح كعرض من أعراض المرض. دي حاجة بتفرق معاه. فكرة المحاولات الانتحارية أو الأفكار أو التخطيط، ده بيكون في تعاون كبير جدا. بنفصح عن الموضوع ده، بنستأذن المريض إن إحنا نقول للأهل ونفهمه أبعاد الموقف، وبنقول للطبيب إن هو لو في جرعات دوائية معينة يعرف يسيطر بيها على الأفكار دي أو يظبط موضوع النواقل والكلام ده بيولوجيا، نتكلم مع الطبيب، نتكلم مع الأهل، شوف بقى هي الخطة بتاعته فيها إيه. بقينا نسحب السكاكين، نلم الولاعات، على حسب هو دماغه عايز يعمل ايه، يعني عايز الطريقه اللي بينتحر بيها وبيخطط لايه بالظبط. بنشتغل احنا كمان معاه CBT، بنشتغل على الافكار وناحيه نفسه وناحيه الناس اللي حواليه، لان هو طول الوقت بيبقى عنده احساس بالذنب. من ضمن الاعراض هو ماشي باحساس الذنب. احساس الذنب ده زي اللي شاله على ظهره كده، طول الوقت حاسس بالذنب وان هو مقصر ناحيه اهله وناحيه ولاده وناحيه whatever. فده بنشتغل عليه برضو، بنشتغل على الموضوع ده، بنشتغل على تنظيم الانفعالات بالDBT، وبنشتغل كمان تدخل دوائي لو الدنيا محتاجة تدخل دوائي مع الطبيب. ده كان بسرعة كده التبس بتاعت النهاردة عن الاكتئاب الجسيم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.